على أشرف المخلوقات سيدنا ومولانا محمد. أهنئ حضرتك والشعب المصري كله بحلول هذا الشهر الكريم إن شاء الله، شهر رمضان المبارك. وأسأل الله سبحانه وتعالى لمصرنا الأمن والأمان والتوحد والتمسك بدينها والاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نسأل الله. الحج فريضة من الفرائض الإسلامية الخمسة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المستطيع، له ثوابه وله فضله وله تقديره، وهو مؤتمر عالمي لا يجوز فيه بأي حال من الأحوال أن يتحدث الإنسان لفئة أو لجماعة أو لحساب فريق. هو لله سبحانه وتعالى مؤتمر لكل المسلمين، مؤتمر عالمي لا يستطيع بشر أن يجمع مثل هذا المؤتمر. إذا كان هناك خروج سيتم التعامل معه بالقانون الذي صدر إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله ألا يحدث شيء إن شاء الله. طيب 100 عالم أزهري سوف يكونون ضمن هذه بعثة الحج نعم. الرسمية. يعني هل العدد ده أكبر من العدد اللي كان السنة اللي فاتت أو السنة اللي قبلها؟ بلا شك أكبر، والحاجة تدعو إلى هذا. وكانت بعثة الحج العلمية الشرعية في العام الماضي هي أقوى بعثة. إن شاء الله هتكون على نفس المستوى العلمي. هيزداد العدد إن شاء الله هذا العام. لماذا ازداد العدد يا فضيلة الشيخ؟ للحاجة الماسة إلى هذا عن التقارير التي جاءت من مختلف الجهات، وزارة الخارجية وما شابه ذلك، طلبوا بأن يزداد عدد العلماء حتى يتمكنوا من شرح مناسك الحج للحجاج المصريين إن شاء الله. هل ده مرتبط يعني ربما بزيادة متوقعة لأعداد الحجاج المصريين؟ لا هي عدد الحجاج هو محسوب، لكن كان العدد في الماضي من السادة العلماء ربما لا يكفي، فزاد العدد حتى يعني يستطيعوا توصيل معلومات الحج للحجاج إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا، وكل عام وأنتم بخير فضيلة الشيخ محمد عز الدين عبد الستار، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة.